السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الكرشة استوت معايا بقى يا حبايبي وطلعناها، فضيتها كده في الطبق تبرد. بصي ما شاء الله جميلة ازاي ومسبكة. اعمليها بقى بالطريقة بتاعتي دي وهتعجبك ان شاء الله. يلا ندخل بقى على الفيديو بتاعنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. هنعمل بقى كده طبق كرشة او كمونية زي ما بنسميها. بس ما شاء الله انا غسلها بقى بالملح والدقيق والخل والليمون. حط لايك للفيديو قبل ما نكمل بقى الاول، واعملي اشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصي ما شاء الله لونها ابيض وجميل ازاي. هنعمل بقى كده ايه، هنغلي لها بقى ميه على النار كده، وهنعصر فيها ليمونه، شويه فلفل اسود، ورقتين لورا، وهننزل فيهم الكرشه بقى عشان يدينا كده ايه، تطلع اي ريحه فيها. بصي ما شاء الله الحركه دي بتخليها جميله قوي. ولسه كمان هنشوحها. تغلي بقى الميه ونسقطها فيها كده زي اللحمه، وتغلي غلوتين معانا ولا حاجه، ونصفيها ونغسلها كويس. معايا هنا الحله على النار. هنشيل بقى كده ورق اللورا اللي كنا حاطينه في الميه بتاعتها. اعملي الطريقه دي وهتعجبك، جميله قوي. هنديها بقى تشويحه كده محترمه، هنقلبها كويس. احنا كده بقى طلعنا منها اي ريحه زفاره، اي ريحه اي حاجه في الميه اللي احنا عملناها وغسلناها فيها. هنزل عليها كده بمعلقتين زيت، هي بتبقى فيها دهون. هديها تشويحه حلوه كده الاول. نزلت بقى عليها البصل كده، ومعايا هنا قرنين فلفل، واحد حامي واتنين باردين كده، وفصين توم. دي الدقه بتاعتها بقى. هدقهم في الهون بمعلقه فلفل اسود صغيره، ونص معلقه كمون. بتدي بقى الطعم معاها جميل قوي. حطيت انا البصل معاها يتشوح ودبل خالص اهو. بس الدقه ما شاء الله ريحتها جميله جدا. وربع معلقه سبع بهارات كده بتدي فيها ريحه جميله. هنديلها بقى تقليبه حلوه كده. الريحه طالعه بقى جميله ما شاء الله منها، مع الثوم بقى والفلفل. بصي ما شاء الله شكلها جميل ازاي. هنغطي برضو عليها كده ونسيبها شويه، وهنيجي حاطين عليها بقى الطماطم. بصي ما شاء الله كده ايه معايا، بقت جميله خالص. هنزل عليها بقى بالطماطم. هنزودها كمان حوالي كوبايه ميه بقى. هنسيبها على نار هاديه جدا، هي بتحب تستوي على نار هاديه.